السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. هنا بقى جايبه لكم الوصفات والتخزين اللي يقعد معاكم السنة للسنة. المرة اللي فاتت عملت معاكم بامية، المرة دي الملوخية. نعملها ازاي تقدر تفضل معانا سنة كاملة؟ سنة كاملة تفضل الملوخية معانا تحت ايدينا. لو موظفة اطلع الكيس آه واعمله في ثانية، مش هياخد مني وقت. هنا عندي الملوخية متخرطة جاهز، وبس كل اللي انا هعمله جبت حلتين، حطيت فيهم ميه عادي، وواحدة مرق دجاج هنا، واحدة مرق دجاج هنا. تعتبر زي مادة حافظة تقعد معايا تحفظ معايا الملوخية لمدة السنة دي كلها. ليه مش شوربة؟ انت عايزة تعملها في شوربة براحتك، بس الشوربة بتبقى يعني طبيخ، روحها زي ما بيقولوا روحها بتبقى روحها قليله شويه. فافضل لك ميه، لانك انت بتعمليها كده كده تقيله. كده كده هتعمليها في شوربه، لما تيجي تطلعيها تطلعي الكيس هتحطيه في شوربه عندك. شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه ارانب، شوربه بط، اي شوربه عندك هتحطي فيها الكيس اللي انت مخزناه ده. يا دوبك بس يفك في الشوربه وهي دافيه، تروحي بقى عاملاها بالطريقه اللي احنا كلنا بنعملها، الملوخية. طبعا انا هنا بنزلها واحدة واحدة، لازم تتأكدي ان هي ايه، بتفكت في المية، تتفك كده، تفضلي تقلبي فيها. ما فيهاش كلاكيع، ما فيهاش حتة مش مفكوكة، ما فيش حتة فيها مش مش اتفكت. يا دوبك اول ما تدي بس غلوة تقلب قلبة. انا حاطه هنا حلتين، حله هنا وحله هنا. الكميه بسم الله ما شاء الله كبيره. فحطيت حلتين وبتقلبي بصي بقى واحده 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 واحده. طبعا احنا بعد ما بنعمل بس تقلب القلبه دي، بنحطها في طبق ونخليها تبرد خالص. ما نحطهاش في اكياس غير لما هي ايه، لما تدفى، حتى لو تدفى بس لغايه ما تدفى، وبعد كده ايه نحطها في الايه، في اكياس، وعلى الفريزر على طول. وتفضل الملوخية قاعدة معاكي طول السنة. طبعا لو في طريقة تانية حد بيعملها اكتبوها لي، ولو حد جرب الطريقة دي وعجبته برضو يقول لي. واللي اول مرة يشوفني ما اشتركش لسه في القناة يشترك، وان شاء الله ان شاء الله انتظروا فيديوهات كتيرة جميلة وحلوة، وبإذن الله تعجبكم وتنول إعجابكم ورضاكم. طبعا أنا عندي 88 متابع في اليوتيوب. طبعا دول اللي ساندوني واللي دعمني لغايه دلوقتي، دول حاجه ناس عزاز جدا على قلبي. وكل حد بيدخل يعمل لي لايك ربنا يا رب يفتح له ابواب الخير